بص، انا مش عارف اقول لك ايه، ومش عارف بصراحه هل ده يعني احنا قبل اللايف اتكلمنا، قبل الماتش اتكلمنا في اللايف وقلنا ان الماتش هيبقى صعب، وقلت لك ان لو هنكسب احنا مش هنكسب بسهوله، ومحدش يتوقع ان احنا هنروح نلاعب نيوكاسل في ارضه في السان جيمس بارك وان الموضوع هيبقى سهل. وقلت لك ان انا بتوقع الماتش ده ممكن يخلص في 1-1، جايز ان انت تخلص 2-1، لكن غياب كبير جدا للحظ والتوفيق معانا النهارده بشكل كبير، بجانب ان لا نيوكاسل لعبها صح بصراحه. يعني نيوكاسل عرف يقفل عليك كويس، عرف يوقفك عند حدك، عرف يوقف الريتم بتاعك، عرف يقفل كل المنافذ اللي حضرتك بتعدي منها، بهفوه واحده في ظهر تمبر اترمت الكوره لانتوني جوردن، جري فتح الناحيه الثانيه ايزاك، وبمنتهى السرعه الكوره اترفعت وجول. هفوه، هي كوره، هو ما عملوش حاجه ثانيه. يعني طول الماتش نيوكاسل انا ما شفتوش عمل حاجه ثانيه، تقريبا الكوره دي بس. صديقي العزيز هارد لك. الهزيمه الثانيه لا ليه يعني ليه الهزيمه الثانيه في الدوري؟ يعني اصل كده ما ينفعش. اصل انا يعني بورنموث هزيمه، ليفربول تعادل، ثم دلوقتي هزيمه من نيوكاسل. انا مش عارف اكسب بره ارضي. انا رحت لعبت بورنموث في الفيتاليتي ما عرفش اكسبه، رحت لعبت بايا كان بقى سيناريو الماتش كان عامل ازاي، دي مش قصتي. رحت دلوقتي لعبت مع نيوكاسل بره ارضي برضه ما عرفش اكسبه لثالث مره. ايدي هاو بيعرف يكسب ارتيتا. خلينا ناخدك كده في شويه تفاصيل كده جوه الماتش، وعايز اقول لك ان اول 5 دقائق من المباراه احنا كنا بنلعب بشكل كويس جدا نسبيا. والله العظيم كنا بنلعب بشكل كويس جدا وضاغطين، ونيوكاسل متحفظ وواقف في المربعات بتاعته، واقف في الخطوط على الخطوط بتاعته، ومش باين من نيوكاسل اي خطوره خالص. عادي جدا، هو قاعد بيلعب بيمشي كوره، بيحاول يقطع منك كوره، لكن هو ما عندوش الشوكه اللي بيخطف الكوره ويقعد يبني ويعمل اول 5 دقايق 10 دقايق من المباراه. مفيش ده. استقبلنا الهدف والله يا جدعان بهفوه دفاعيه بسيطه جدا. هي كوره مرميه طوليه من الدفاع لنص الملعب عند نيوكاسل، من نص الملعب الواد انتوني جوردن. وكنت قلت لك قبل اللايف، كان حد سالني قال لي مين اخطر عناصر نيوكاسل، قلت لك جوردن. انا خايف من جوردن، وجوردن يعني غفل تمبر، غفله كده تغفيله حلوه، وجري من ظهره، الكرة اترمت من نص الملعب. حاول تمبر ان هو يضغط عليه، وحاول بقدر الامكان. يعني مش هقول ان هو ما عملش حاجه ولا سابه يعني، لكن جه بعد كده للاسف جوردن قدر ان هو يرفع الكوره، وواحد جوه ال 18 ايزاك، واحد جوه ال 18 اللي قاطع قدامه جابرييل ماجالايش ما عرفش ان هو يطول الكوره، وايزاك طلع لها. طبعا مش هيسيب حاجه زي كده ايزاك مهاجم فتاك يعني، طلع لها يا باشا بالتوجيه التمام، جول. خلاص هفوه. هل انت شفت اي كوره تاني خطيره كان هيتسجل منها هدف لنيوكاسل؟ انا ما شفتش نيوكاسل بعد الجون ده. هو يا باشا جاب الجون، وتعالى بقى انا اموت لك الريتم بتاعك. نيوكاسل قدر بجدارة النهارده يكشف لعبك، يكشف خطوطك، يكشف الريتم بتاعك، ومسك الريتم ووقعك في مصيده. يعني وقعك في مصيده ان هو بيستحوذ على الكوره ومستنيك تيجي عشان تعمل عليه اخطاء، زي ما قال كابتن ابو تريكه. انا كنت كاتبها عندي في السكريبت بتاع الحلقه، ان لو كوره في رجل لعيبه نيوكاسل هتلاقيهم بيحاولوا بقدر الامكان يخلوا الكوره في ايديهم عشان تيجي انت حضرتك تغلط ويحصل مشكله. النقطه دي بالتحديد ايدي هاو جابها منين؟ جابها من كميه الكروت الصفراء، وكميه الاخطاء اللي بتتحسب عليك، وكميه الكروت الحمراء اللي بتتحسب عليك. عايز يوقعك، يخلص من لاعب من عندك، كام لاعب من عندك ياخد انذار، فيبقى في حذر في اللعب شويه، فياخد راحته شويه. جابرييل ماجالايش لازم اقول ان رغم ان هو لم يتعافى بنسبه 100% من الاصابه، وبيلعب حاليا لعب الماتش بتاعنا النهارده بحوالي 90% من قوته او 95% من قوته، لكن ما شاء الله تحس ان هو مديلك ال 100% بتاعته. ما شاء الله لاعب ارسنالي قلب جدا، وانا شايف ان الراجل ده يعني يستحق يكون في ترتيب القاده الكابتنز بتوع ارسنال بصراحه. انا برضو مش عايز اكلمك في التحكيم كتير لان انت زهقت مني، وانا صدعت من كتر ان احنا بنتكلم في التحكيم. لكن هو انا اللاعب بتاعي لازم يتفرم كده ويخش في معجنه عشان يتحسب له فاول؟ ده اي لمسه في اي لاعب تاني بتتحسب فاول، اشمعنى لعيبه ارسنال اللاعب بيبقى بيتفرم بين 2 3 وبيقع والكره تتقطع منه وما تتحسبش فاول؟ ما حسيتش ان في ضغط عالي من نيوكاسل خالص، ما حسيتش باي ضغط من نيوكاسل، ما حسيتش باي خطوره من نيوكاسل.
نيوكاسل، ما حسيتش ان انا خايف ان نيوكاسل هيسجل فيا 3 ولا 4 باسلوب اللعب اللي هما بيلعب بيه. ما حسيتش باي حاجه. هو جاب الجون وابتدى ان هو يمسك الكوره، يمسك الريتم. هوقع لك الريتم يا عم ارسنال اللي انت بتعتمد عليه اصلا، وهبدا ان انا في الشوط الثاني اتقهقر لورا خالص، وهقعد العبها يا باشا بسكه دفاعيه جدا، لدرجه ان انت كنت بتهاجم بخط دفاعك. انت كارسنال كنت بتهاجم بسليبه وجابريال ماجالايش، مزودهم كمان لقدام، مش شاغل دماغك ان ممكن كره تتقطع وتروح. لا، انت مش حاطط دي في دماغك اصلا. احنا اللي كنا بنلعب كوره واحنا اللي كنا ضاغطين، لكن الحظ ما كانش معانا. في كذا كوره فيها ميس باس، كذا كوره في النص الملعب بتاع نيوكاسل لينا بيبقى فيها ميس باس على اليمين او على الشمال. تحس ان الدنيا مش مربوطه، تحس ان يا جماعه احنا بنباص لبعض، بنعمل سرعات حلوه، بس مش عارفين نخلص كوره يا اخوانا. هم استغلوا المرتدات، استغلوا الكور الطوليه، استغلوا وجابوا منها جون. بس نيوكاسل ما عملش اي حاجه تاني في المباراه تذكر خالص. انا ما شفتش نيوكاسل. الاداء مع ارسنال، لكن النتيجه للاسف مع نيوكاسل. انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه، بس يعني خلاص. طب هعمل ايه؟ طيب ما هعمل ايه؟ يعني انا 9 نقاط في اخر 3 مباريات، طلعت بنقطتين، وخسران 7 نقاط، واخد نقطتين من ده انا واخد نقطه. 9 مباريات انا واخد نقطة من ليفربول، وخسران 3 من بورنموث، وخسران 3 من نيوكاسل، وخسرت 2 قصاد ليفربول. 8 نقاط ضاعوا مني كده بسم الله الرحمن الرحيم، من الجولة 8 و9 و10، وال10 راحوا مني كده، مش موجودين معايا خلاص. هل ده معناه ان احنا خلاص خرجنا بره سباق الدوري؟ اقول لك لا. اي حد دلوقتي هيتكلم ان احنا خارج نطاق المسابقة او ان احنا خلاص مش هنكسب الدوري، اسف، انت نظرتك قليلة جدا في الكورة، او شايف ان الموضوع خلاص انتهى. انت لسه قدامك 28 جولة ب 84 نقطة. صباح الفل. انا مش هقدر احكم على حاجة دلوقتي. انا دلوقتي بجهز نفسي عند ماتش انتر ميلان، هرجع العب تشيلسي، بعد كده عندي نوتنجهام فورست، انا عندي مدعك. فاحنا المفروض ان احنا نفوق بقى. يعني المشكلة ان انا ما كانش لازم اخسر الماتش ده عشان انا داخل على انتر ميلان والدنيا مكركبة. ده انا بين وايت اللي اصابته لسه لم يشفى منها بشكل كبير نزلته في الشوط الثاني. انت متخيل احنا فين؟ احنا في المعجنة. احنا مش موجودين. احنا بنلعب بلعيبة مش بحالتها 100%، مش بقوتها 100%. ساكا لسه بيسترد عافيته. جابريال ماجالايش ركبتك حلوه، تعالى انزل بقى، خلص بقى، مشي الدنيا. انت متخيل احنا فين؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل في ايدو جاسبر. حسبنا الله ونعم الوكيل في ايدو جاسبر، واي حد بيشجع ايدو جاسبر لان هو السبب، او من 50% من السبب الرئيسي في اللي احنا فيه حاليا، ان احنا ما عندناش سكواد كبير، ما عندناش عمق في التشكيل ان احنا نقدر نلاعب ناس. وبرده حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ارتيتا. يا جدع نزل نوانيري، ارمي بيه، ده افضل بالنسبه لي. وبرده كان خطا انا بصراحه بشوفه ان انت تلعب على اليمين ببارتي وتحط على الشمال تمبر. لا، طب ما تنزل زفتشينكو على الشمال وتحط تمبر على اليمين، والعب المعتاد بتاعك، العب الطبيعي بتاعك. ما علينا خلاص، ماتش وعدى. حسبنا الله ونعم الوكيل، حرق الدم على الفاضي. المهم انتظروني ان شاء الله باذن الله بعد بكره في حلقه قعده ارسنال باذن الله. ان شاء الله عندنا كلام كتير جدا عن ماتش ارسنال وانتر ميلان، وعندنا كمان برضو تحليل زياده شويه، او نتكلم في شويه تفاصيل شويه عن الاداء اللي بنقدمه حاليا في الدوري. شكرا جدا ليك يا صديقي ان انت وصلت معايا لغايه هنا. ما تنساش لايك وسبسكرايب وشير. شكرا على الجزء من تحت في الديسكربشن، وتفعل الجرس عشان توصلك كل جديدنا، واشوفك ان شاء الله بعد بكره. سلام.